داكشي اللي دارو راجلي ما كيتصدقش. دخل صاحبته لبيتنا، وداكشي اللي طلب مني راه ما يمكنش. الحقره صعيبه وخايبه، ولكن الحقره من نوع اخر. كاين شي ناس اللي كيسمحوا انهم يتحقروا، وكاين شي ناس كيسمحوا انهم يدلوا، خصوصا الا كانت شي مرا مسكينه بنت الباديه وما في الدحيله واللي جا يديرها بها ونيا مسكينه. وهي هذه ديالي. انا كنت عايشه في دارنا مع اليمه بيا. جات خطبتني واحد السيده من المدينه، زعما بغات تدي شي وحده من العربيه، زعما ما تلقى معاها المشكل لا والو. صافي فرحت، عجبني الحال حيت بغيت نتزوج ونمشي للمدينه. وافقوا عليه والديا، وانا ما عمرني ما عرفتهم ما والو. غير هي راكم عارفين، واحد كيقولها لواحد وهي غاده حتى تمو جايين عندي ومشيت معاهم. وبالضبط انا كما قلت لكم بنت الباديه. قالت لك هي ما بغاتش سيدي بنت المدينه وجدتني. درنا الخطبه والعرس، كل شيء داروه والديا. كنت فرحانه وكنت حاسه براسي درت زعما مزيه، زعما انا هي احسن وحده في الدوار اللي تزوجت ومشيت للمدينه. مشيت وتزوجت، وداك الراجل اللي تزوجته كان ساكن مع باه وما كانش خدام، ما كيدير حتى شي حاجه، كيدل غير خيطه بيطي بالزناقي، عطيها غير الكار والشراب. الدرع قاضي والفماضي كان حافي محفحف. باه واحد الموظف كبير في الدوله ومتقاعد. ايوا مو جالسه في الدار، وكاين معاه جوج عزاره ساكنين معاهم، وكاين حتى البنات ولكن مزوجات. صافي مشيت ولقيت راسي ساكنه مع العجوزه وراجلي وجوج دراري كبار ما شاء الله. راه واحد عنده 24 سنه وواحد 30 سنه، راه كاين حلال خدامين ولكن ما مزوجين زعما ما والو. صافي بدات حياتي الزوجيه. ايوا اش غنقول لكم، انا دخلت من النهار الاول وانا شقه وتماره. بغيت نبين زعما حكداكتي. دازت الايام وعرفت بلي هي جابتني غير باش نكون خدامه عندها وصافي، غير باش تجيبني زعما وتدرس عليا وصافي. داكشي علاش بغات وحده تجيبها من الباديه، حيت بنات المدينه كيكونوا مطورات. انا بنات الباديه واخا يعني كلشي دابا راه ما شاء الله تطور، ولكن زعما هذه هي الفكره ديالها. ايوا صافي التعامل اللي كانت كتعامل معايا يعني ما كانش تعامل بحال وحده مع عروسها او لا مرات ولدها، لا تعامل حقير بحال شي عبده. كتبقى تعطيني في الاوامر، ماشي كتقول لي ديري الحاجه هكا بالخاطر، ولا مثلا مسحي هنايا ديري هنايا، نزل حبيبه دوك المئنات، شاد الحاله في الصالون. اه شد الويل، شنو هاد المسيح، ما عنسفرين نعاودهم كلهم. يلا يلا خرجي لي هادشي، دخلي بيتنا ازيلي خمليه. يلا ما لقيت حتى شي غبره، ما لقيت حتى شي حاجه. اقسم بالله الا بحال هكا ما كتخلينيش نلبس، ما كتخلينيش نتهلا في راسي والو. ديما عزيزه ليها نبان لها غير مبهدله. كتشري هي بيجامات واعرين، وانا الا بغيت نلبس شي حاجه كتقولي ويلي حشمي، ويلي حشمي، ويلي ويلي عمك والدراري حشمي يا المسوخه. زعما على شيخي وعلى الدراري. قالت لي سير حتى لبيتك ولبس اللي بغيتي، ما تحشمي ما والو. العرض لا نسب. قالت لك الزف يا سيادي ما نحيدوش من راسي. كتقول لي ديري الزيف، راه كاين شيخ هنايا وكاينين دراري واخا ما يكونوش. بعد المره كتقول لي ويلي دابا يدخل شي واحد على غفله. المهم ما عرفتش، ما حسيتش شنو هو كاع اصلا الزواج في هذيك الدار. صافي راجلي كان عندها غير الخروج وما كيباتش كاع الشرابات، كان كيجيب الشراب حتى للدار. كان اش غنقول لكم، ما كيعرف يدير حتى شي حاجه. البوله هي الاخرى ما كيبدلاش. بقيت صابره هكاك تقريبا شي عام وانا صابره. الناس كيمشيو للمدينه ويزيانوا، وانا مشيت للمدينه وخيابيت وتعافيت. وليت كنخلع شعري والله العظيم كان سالف يا سالف. اقسم بالله الا كله تساس، ما بقى فيه ما يتشاف. فاش كنمشي للبلاد كيقولوا لي يا ويلي مشيتي في شكل جيتي صفرا، مالك واش كتاكلي السم؟ ويلي اش كيوكلك هذوك الناس، ياك ما بنيتي حابسينك. ايوا حتى الناس ديال الدوار كيبقاو يهضروا، كيقولوا ويلي 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 ما عرف مالها. هما عندهم بعدا الغلط، زائد مرتاحه في دارك عايشه بخير. الا كنتي ضعيفه كحلتيها صافي، راه دير امك خلات عشتك ما وكلك ما مشربك. ايوا واش غنقول لكم، كنشوف البنيتات كيجيو منورات ولابسين لك الجلال بالجداد ولا شي حاجه، وانا والو. صبرت بحال هكاك، قلت انا ما قاريه ما حتى شي حاجه، ما عنديش زعما شي حرفه اللي نقدر نديرها. وجاتني حشومه نطلق نمشي لدارنا، جاتني بحال شي كابوس انني نطلق. صافي داز الوقت، راجلي هو يزعم عليا بزاف، ولا كيهضر مع البنات قدامي.
وانا نهتحته في نفس الناموسيه في البيت، وهذا التليفون كيبقى يجمع ويجمع ويطلق لي الاوديوات وانا كنسمع الاوديوات في الواتساب ويهضر مع هاتي ومع هاتي. كنقول اش كدير؟ كيقول لي لا هادو غير لي زامي. قلت مالكي معروبيه غير لي زامي وحنايا ضاحكين. عرفتي شنو ديري؟ ديها سوق راسك، هادشي بعيد عليك. انا ندير اللي درت، راه انا راجل فهمتي، اللي ما عجبكش الحال ضرب باك. وكاع الرجال كيديروا هادشي. قال لي شوفي انا ما بيبقاش فيك الحال دابا، هادو كندوز بهم الوقت وصافي. كان كيجيبها البنات صحاباتو وكيجيب صحابو وتيبقى يضحكهم فيا، كيقول لي جيبي شوف كي دايره دايره كتصور. ملي كيجي وكيدير لهم شي عراضه او شي حاجه كنبقى انا نتسخر. جيبي الغدا، جيبي الخبز، مسحي، ديري، فعلي. تيبقاو يسولوني شي اسئله اللي انا ما تعرفش نجاوب، وبحكم انني كبرت في الباديه ما تعرفش بزاف ديال الحوايج، وزيد على ذلك انني نيه بزاف. كيعيط لي قدام صحابو يسولني شنو سميت هادي، وكنقول كيبقاو يتفرشخوا بالضحك، كيبقاو يضحكوا حتى كيسالوا الدموع ديالهم وانا واقفه حداه وصحابو كاملين جالسين كيضحكوا فيا. ديما كيدير ليا هاد الحاله. وحتى هما بحالو نيت العنطيز لخوه، الفنيال لخوه، هيوا ها اللي جالس ما خدامش، ها اللي ما قراش، كلهم حتى واحد ما مطفروا صافي مسكين بغرفه واحده، غير المدمنين. يبا ما نكذبش عليكم، كنسنى على الشراب والحشيش. امو كندير ليه واحد الفشوش خطير. ديما فوق ما جاو صحابو خصو يدير بيا انا ديك الحلقه، بحال ديك الحلقه اللي كتكون في جهه مراكش في ديك الساحه، بحال هكاك خصو يفرج فيا عباد الله بحال شي مهرج. انا مره نضحك مره نبكي، ولكن كنتحرق من الداخل. كيبقى فيا الحال صافي كيمشي وانا كنجمع هذاك الشيء، ديك الروينه اللي كيدير. واش غنقول لكم، روينه ما هي روينه، العجوزات نقر، الشيخ نقر، الراجلين نقر، صحابي يضحكوا عليا، راه حياه ما هي حياه، ما عندها حتى شي معنى والو نهائيا. يعني اي مراه كتكون متزوجه جالسه في الدار بالعكس كتكون شي حاجه مزيونه. انا جالسه بحال خدامه، راجلي ما تنعرف فيه والو، ما يحنش عليا، ما كنبقاش فيه، ما كيخرجني ما والو نهائيا. فقط هذوك الرغبات الحيوانيه ديالو فقط مره صافي. اما هو راه مصاحب مع البنات ويخرج لهنا ويخرج لهيه، ما تديهاش فيا، ما كيسولش فيا، ما يقول لي شنو خصك، ما حتى شي حاجه. نهار جبت ليه الولاد هو يتقلب، السيد تخلع بحال قلت له ما عرف شنو غادي ندير، قال لا واش انت مريض، انت حمقى، شكون قالك اختي انا باغي شي ولاد، شكون اللي قالها لك انت، واش تيقتي راسك بقى فيا الحال بزاف على هضرته. بقيت كنبكي وقلتها لمو، قالت لي على مالكي، هو يدير اللي بغا، كيبقى راجل هو يقرر، وانتينا ما عندك ما تقرري. ويلي عندك تعمل داكشي اللي قالك عقلك. اشرب الفاني ده راه موجود وفابور، سير للسبيطار يعطيوه لك، عندك شي تبزلي تولي تبزلي لنا بحال شي قنينه. واش غنقول لكم، ها انا كنشقى عليهم ونهز داكشي الثقيل اللي كيف ما كيهزو همي، ونطيب ونصب وندير كل شيء. فقط جابوني وحطوني خدامه نيشان باسم الزواج. حتى ولدها اصلا ما كانش باغيني، اصلا ما كيبغيني، ما حاملني، ما حتى شي حاجه. يا البنات دازت واحد المده، كملت عام معاهم وانا في ديك الحاله. واحد النهار تخاصم مع باه ونوض معاه واحد الصداع كبير ديال بصح، نوضها معاه كان سكران، دار شي مشكل وهرس ما هرس، وهرس يا البنات جهرس التلفازه وهرس الدار فوق راسنا. قال لي باه خرج عليا بعيد مني، طلعتي لي في راسي. باه كان واحد الانسان واخا نقال ولكن ظريف، ماشي بحال ديك الشرفه ديال مرتو. يعني اش غنقول لكم، ما كانوا اصلا كيحنوا فيه. ولكن كان واحد الانسان اللي كما كنقولوا مغلوب عليه على امره، حتى من مرتو ما يقدرش يهضر معاها. صافي هو ينوض تعصب كيغوت، قال له خرج عليا، ما تبقاش معايا، قتلتيني. كنا كنقولوا راه غادي يبرد ساعه والو. قال له والله مازال ما تباتش عندي ليله واحده، الدار لا بقيتي فيها ولا بقيتي حطيتي فيها رجليك، هي انا يا انت فيها في هاد الدار. يلا جمع حوايجك الكلب ودي عليا زبلك وسير في حالاتك. وين الراجل ما عنده حتى ما يلبس، قلب باغي يمشي يرحل.
جمعت انا حوايجي ديال الباس ومشينا كنقلبوا على الكرا والحاله ما حل الله. ايه واش غنقول لكم، السيد فنيان حتى من الدرا هاد الخدمه ما عندوش، خارجين انا وياه ما يعرف يهضر مع سمسار، ما يعرف يهضر مع ناس، ما كيعرف والو والو والو. السيد كيتعصب يتفقس ويغوت، وانا جيت من الباديه وراجل عليه كنعرف كيفاش نتصرف عليه. جا واحد عمو بقى فيه وعطاه واحد الدار، قال لي انت سكن هنايا في السفلي بين ما تقلبوا على شي حاجه. صافي مشينا تما وسكننا في ديك الدار ديال عمو، ما عندنا والو حتى حاجه فقط حوايجنا ديال اللباس. درت واحد اليومين وجبت واحد البيكوب فيها ديك السدادر شي تخربيق، صافي وبقينا مستقرين في هذيك الدار. الام ديالو كانت كتجيب ليه التقديه، تجيب ليه فلوس، وهو عاد ما زاد في الحشيش، وعاد ما زاد في الكار، وعاد ما زاد في الشرابات، وعاد ما زاد تكفس. وانا لقيت راسي جالسه مع واحد هبي الحمق، ما عنده حتى الدرا، ما عنده لا اخلاق لا دين لا حتى شي حاجه والو. يد الخارج ما كنشوفو كاع فينا هو الله اعلم، ما كيجيش لديك الدار الا الليل. اصلا ما فهمتش، ما فيها لا ساس لا راس، ما فيها لا فراش لا والو. صافي دازت واحد المده عاوتاني بقيت صابره تما، صابره بحال الحمقى. وليت كنمشي عند امي. ايوا هو كيدخل ليا الصاحب الموسخ حتى للدار في قلب داري. اي هي نيشان ما كاينش الحشمه، حيت انا صافي وليت كنسكت بزاف، وليت محقوره. ايوا صافي هو بحال تهز عليا بزاف. دوك البنات اللي كيهضر معاهم في الواتساب كيدخلهم عليا، غير دوك المسخات كيجيبوهم يدخلهم للدار ويتقنس معاهم في البيت نيشان، وانا كاينه في الدار. هو داخل معاها البيت ويسد عليهم الباب، وكان كيقول لعمو ديما راها صاحبه المدام، ولا المهم راكم عارفين دايرين لي السبه باش يدخل البنات. صافي واحد النهار وانا نمشي عند امي البلاد وبقى فيا الحال، ونقول لها اصلا هي كانت عارفه ما عنده لا درع لا والو، ولكن القضيه ديال الخيانه ما عمرها ما عرفاتها. قلت لها كل شيء من طقطقت السلام عليكم. كنعاود لها ونعاود لها الليل كله، نعس حداها وحطيت راسي حدا راسها، وكنعاود ليها داك الحديث ديال العكيزات حتى الفجر. والصباح طلعت الشميسه ماشي الفجر، وانا غير كان نعاود ليها وهي تقول لي صافي انا غادي نلقى لك الحل. والله يا والدي، والله يا كذا. امي كانت من النوع اللي قافزه، ما كانتش بحالي امي نهائيا، واخا بنت العروبيه ابا عن جد، ولكن امي كانت قافزه حاره كطير مع الطيور، مستحيل دوز عليها. كتقول لي شوفي انا غادي نلقى لك حل، قالت لي غدا غادي نمشي معاك رجلي على رجلك. قلت لها لا امي، وانا اصلا ما عنديش فين غادي نسكن، فين هادشي معايا فين؟ قالت لي ماشي سوقك صافي وهي تمشي. قالت لي قالت لبا شوف راها البنيته مريضه، راها كانت حملات وما عرفاتش راسها حامله وطيحات، راه ما تقدرش تنوض من الفراش. انا ما كتبش عليكم حشمت نقولها لها، وين نقولها له زعما وين صافي. المهم هي قنعت با انها تمشي معايا، قالت لي غادي نمشي نجلس معاها شي 15 يوم، وهي غادي نجي. انت راه تنبان الخايبه. مشات معايا امي وهزت واحد سويك صغير زادت فيه حويجات ديال الاساسيات ديالها، ومشات معايا وهي كانت كتعرف واحد المراه تماك في هذيك البلاصه. ايوا اصلا كانت عندنا المراه وعيطت ليها، تلاقات معاها وجلست معاها تقريبا شي ايام. هذيك المراه كانت عزيزه عليها امي بزاف، جلست معاها امي شي ايام، من بعد قالت لي امي شوفي انا قلبت على الكرا وراني كريت واحد البيت غير هنا حداك. قالت لي راه عطاتني ديك السيده هي ولدها، هي اللي عطاتني داك البيت وصافي، ما عطات لا تسويق لا والو، غير دخلت وسكنت. المراه اصلا كان جابت ليها شي تخربيق بحال هكا البونج وداك الشيء فين الناس، وبقات راكم عارفين شويه ديال الفلوس اللي جابت معاها من البلاد اللي عطاها با زعما باش تقابلني، وهي باش بقات كتاكل وتشرب. قالت لي انا معاك حتى ندير لهاد الولد الحرام شي مشكل قبلاتي. ايوا مشيت حيت انا عارفه انا امي واخا توصيني حتى نعيا ما كندير حتى شي حاجه اللي كتقول، وهي كتخاف عليا مسكينه. قالت لي شوفي انا مره غنبقى نجي عندك، عمرك تقولي لراجلك راني انا هنايا، ولا شي واحد يعرف كاع راه انا هنايا نهائيا. صافي جات عندي امي قالت لي ديري الدوبل ديال الساروس. قلت لها انا ما كنعرفش فين كيدير الدوبل، انا هادي وانا هادي. قالت لي اريهم. جات واحد النهار بحال بغات تطلع عليا، بحال جات من البلاد، قالت لي انا غنمشي نشوف واحد صاحبتي ونرجع، وهي تاع الساروس. ايوا ما عقش بها ودارت لي الدوبل ورجعت عطاتني داك الدوبل. قالت لي ها هو عندك. قالت لي شوفي الا مشات تدخل شي وحده شكون ما بغات تكون، غتخرجي وتسدي الباب بالساروت وتخلي الساروت وعيطي لي وغوتي.
شوفي قالت لي ماشي تغوتي تجمعي الجيران، هذاك الشيء راه ساهل بغينا نديروه. سمعي نقول لك توقدي معايا، شوفي غادي تعيطي عليا وانا غادي نجي وانا نقول لك شنو غادي ديري. انا راه هادشي اللي كتقول لي امي كتخليني كنتراعد، ما كنعرف ما ندني ما نحني، ما عارفه ما ندير حتى شي حاجه. دازت غير سيمانه ايوا وجاب واحده اخرى، صافي قلت لها شوفي ها هو راه جاب واحده اخرى. امي ما نكذبش عليكم هادشي ما كيعجبهاش، تتقول لي يا لطيف يا لطيف يا لطيف، اللهم دير راسك ولا هاد الشوهه اللي داير لك هاد الراجل. امي شجعتني وما بغيتش تمشي هكاك، وعرفات ما يمكنش تسمح في حقها نهائيا ولا تسمح في شي واحد يأذي ليها بنتها. داكشي اللي شجعني انا ونوض ندير نفس بحال العيالات، بحال العيالات الحرات. ايوا اش غنقول لكم، هو دخل هذيك خيتي وانا طيبت لهم العشاء. انا كنطيب العشاء شحال من مره وشحال من واحد، ايوا نقول لكم كذوب؟ لا هادشي اللي كاين. ايوا ما نكذبش عليكم، طيبت العشاء ودخلات هي مع الراجل البيت ديالي وصافي انا بقيت جالسه تما. هو عارفني ما غندير والو، ما عنديش الساروت عنده مخبيه، وحتى واحد ما عارفني نقدر ندير لا دوبل لا والو. وانا نخرج وسديت عليهم بالساروت. والساروت ماشي زعما خرجته من ديك الساقطه، لا خليت جد باباه تما باش حتى الا هو بغى يفتح بالساروت ما يلقاش كيفاش يدير، ما يضلوش. خليت والديه لاصق في الباب باش ما يقدرش يحل. صافي هزيت التليفون امي قلت لها امي لحقي ليا، واش نغوت دابا؟ ويلي عندك تغوتي بلاتي تنجي. ايوا ما نكذبش عليكم، حتى جات امي بقات عوك عوك عباد الله، عوك عوك عباد الله، مدخل الحرام لدار بنتي كتغوت. خلعاتني سحبتني غمالها كتغوت، ربي اللي خلقها قالت لي وتحركي يلاه غوتي دابا. ايوا بديت كنغوت حتى انا معاه. عباد الله اجي تشوفوا الراجل اجاير فيا عباد الله. ايوا تجمعت العماره كامله، الدرب كامل، كلشي. ما نكذبش عليكم راه حي راه حومه كامل تجمعت علينا. كيما قلت لكم جمعت كلشي، هذوك الجيران اللي كانوا تما والحوانت والقزال وكل شي واحد الشوهه ما تبغيهاش الخوك وما عرفتي شنو، راه ما ترضايهاش على حتى شي واحد تيجيك. امي مسكينه قالت لهم خاين دلها وفعلها ودخل عليها المراه. بقات امي كتغوت وجا المقدم، جاو البوليس وشدوه في الخيانه الزوجيه متلبس. واحد شوهه ما تبغيهاش العدوك يا عباد الله. جمعوا الدراري كلشي هز الحصي، ها اللي هز الحجر كيقولوا اليوم نقتلوا دين امه، ما حملوش انه يدخل المراه. كانوا ناويين يهلكوا عصا، صح خساره وطلع فلت منها لان كانوا البوليس. ايوا قدموه هي البنات الوكيل الملك. القضيه وصلت لبعيد. لقاو سيادي ماشي هو اللي كيخونني، لقاو حتى السيده كتخون راجلها. بغيت نقول مزوجه وكتخون راجلها. صافي طلقت، تهنيت مع راسي، تهنيت بزاف وانتقمت منه اشد الانتقام. خليته يمشي يخنز في الحباسات، وانا الوصيه ديالي ما عمر شي مرة تخلي العجوزه ولا الراجل كيف ما كان نوعه هذاك خانز البيطان يحكمها اولا يحقرها اولا فيها بزاف، حيت راه ما يمكنش يجي واحد يحركك حبيبه ديالي. لا اسمحي لي، انت ما كاينش اللي غادي يحركك، انت ما كاينش اللي غادي يجي ويضحك عليك. يا وحيت ما نسكت، ولكن رديتها لهم ثاني يوم الثانيه. هادشي اللي دار فيا انا بغيت سيد ربي يخرجوها فيه في الحبس ان شاء الله. يردوك الخدامه كما كانوا دايرين ليا انايا، يجيب صحابو يضحكني عليهم الهيشه الفاعله. انا نفترض انا كاع خايبه وما زويناش، والانسان صافي بعد مني يعطيني برات يقول لي اختي ما تتعجبنيش نطلقك. ماشي السيد كيضحك فيا صحابو كاملين كي بحال شي مهرجه، وعاد زيد ديك الشارفه ديك العجوزه ديال هذيك امو. خلاص ديري هادي فعلي هادي تركي هادي بحال الخديديم. ربي جاب لهم خدام بلاصه ماشي يجيبوا خدامه بالسين ولا 40، جابوا مرا فابور ما يخلصوا عليها والو، غير بيجامه ديال 600 ريال. وديش غادي نقول لكم الزواج في هذا الوقت شوف يصدق ولا ما يصدقش، كثر المصائب الله يستر، وكثر العجب. شي حوايج كنسمعهم انا بعدا شخصيا كيمرضوني، كيصديوني كيهبلوني. شي ميساجات كيصيفطوهم لي البنات
وشي تعاود وشي يعجب، راه لا حول ولا قوه الا بالله. والله الا راسكم يتشوك ويطلع للفوق وتقولي واش هادشي عندنا يا عباد الله في بلد اسلامي. اختي ما كايناش الثقه بلي عندها شي راجل مزيان، شي راجل ظريف تشد فيه بيديها وسنانها وراسها وكلشي، لان ولاد الناس قلالوا في هذا الوقت. حنا ما بقينا اختي نعرفوا من الراجل من المراه، كثر علينا تخلطوا علينا الامور. كانت هذه القصه وكنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، وطبعا تكونوا خديتوا منها العبره. خليتكم على خير.